وواحده بتيجي وبتحط في شعره خيط وبتربطه في التاكسي، واول ما العربيه بتتحرك الباروكه بتقع منه وبيظهر انه قرع. فاول ما بتيجي حبيبته اللي هيقابلها بتقول له انت كدبت عليا وطلعت قرع، وبترمي الورد في وشه وبتمشي. بعد كده بتيجي طليقته وبتقول انا اللي بجد استهلك، وبتقول له رغم ان انت اللي غلطان بس جاي عشان اصالحك. وبتاخده على المطعم وبتقول له انت غلطان عشان بتكلم بنات من ورايا، وبقول احنا الاتنين بنضحك على بعض، وبقول لها انا عارف انك معايا بس عشان فلوسي، وبتضحك عليه عشان ترجع له. وبتقول له لا الاسبوع اللي فات ورث 8 مليون دولار من ستي. والبنت اللي رمت في وشه الورد بتكون قاعده جنبهم وسامعه كل حاجه، وبيدخل واحد في ايره وبتشاور له وبتقول له تعالى. فاول ما بيجي بتديله فلوس كتير، فبتروح للبنت اللي رمت الورد في وشه وبتقول انا موافقه اتجوزك بعد ما عرفت انه معاه فلوس. والبنت التانيه برضه عشان تتجوزه بتقول له انها حامل، فبتقول لها ازاي حامل وبتشربي، وبتكون مش عارفه تقول ايه. واول ما بيروح يجيب عصير لنفسه الجرسونه بتقول ان دول مش كويسين، وكل يوم بيجيب واحد مختلف معاهم هنا، وبيقول لها اسمع اللي اقولك عليه وهديكي فلوس كتير. فبيدخل لهم وبيقول لهم ان دي مراته المستقبليه، وبتقول له ازاي وانا حامل، وبيقول لهم دي احسن منكم انتوا الاثنين، وبيقول لها انا عارف انك مش حامل ولو اخر واحده في الدنيا انا مش هاخدك. فالبنت اول ما بتعرف انه عارف بتمشي، وبيقول للتانيه انت فاكر ان انا مش عارف انك وافقتي بس تتجوزيني لما سمعت ان معايا فلوس، وبتمشي بكرامتها احسن، خد اللي استهلك وما تاخدش بتاع مصلحته.